ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير. دايما معاكم جو من قناه كرش حبيب قلب عم كوكو. حبيبي يا جو. حبيبي يا كوكو، وحشنا كالعاده حبايب قلبنا. واليوم احنا مبسوطين قوي علشان بننفذ لكم رغباتكم. والله هي دي اكتر حاجه بتبسطنا في القناه هنا انا وعم كيرو. النهارده فيديو مقارنه تقيله قوي، زي ما بتطلبوا مقارنات شغالين لكم اهو مقارنات واتقل حاجات. قول لنا ايه اللي معانا النهارده يا عم كوكو؟ النهارده يا جماعه احنا عاملين مقارنات للعربيات اللي بقت مطاعم، ربنا كرمهم وفتح أيوة. مطاعم، وده يدل عن الجوده. واحنا جربناهم هنا في القناه. جربناهم وهم عربيات بالظبط. هنجربهم وهم محلات. حصل. يا مسهل يا رب. هي اسعارهم زادت شويه بس مش قوي برضو عشان الواحد يبقى منصف. نتمنى انهم يكونوا بنفس الجوده او يطوروا كمان من نفسهم. وعايزين ايه يا باشا؟ عايزين 20,000 لايك في الفيديو في كل مكان. واللي لسه ما اشتركش في القناه بعد اذنك اشتركوا وفعلوا زر التنبيهات علشان بنجيب لكم كل جديد وبنعمل لكم كل جديد، وكل اللي بتطلبوه مننا بنعمله، وهنجيب الحاجه ونرجع لكم على طول. واوعوا تروحوا اي حاجه. وها قد حضرت الاشياء. مش هقول لكم برضو هي ايه، ولكنهم اتقل عربيات برجر، واغلبيتهم ولا كلهم فتح مطاعم. كلهم فتحوا مطاعم. كل اللي معانا الخمسه بتوع النهارده كلهم ما شاء الله كانوا عربيات بقوا مطاعم. ربنا يبارك لهم يا رب ويزيدهم. وهنظبط الحاجه دي ونرجع لكم على طول. نبتدي باللي ابتدع الموضوع ده، وغالبا على ما اظن كان اول عربيه تعمل برجر كانت واقفه في المرغني، وانه تيري سايكل برجر. النهارده بقى ما شاء الله 5 فروع تقريبا، ربنا يزيدهم ويباركهم. 5 في عين العدوى اهو يا عم تيري سيكلي برجر. طيب افضل باكجينج معانا هم هقول لكم من الاخر كده في الاول. في 2 معانا باكج عالي جدا، و3 باكج لسه للاسف مستمرين على باكج العربيات اللي هو ايه الطبق الفلين ده من افضل الباكجات. جاي في بوكس، شنطه نظيفه، الدنيا حلوه ولذيذه، سعره ومعاه شويه بطاطس هندوقها مع بعض. طبعا كلهم معاهم بطاطس. 100 جنيه ده على ما اظن اغلى واحد معانا النهارده، انه تريسيكل برجر. يلا بينا ندوق. حابين نقول الاول ان احنا جايبين كله الكلاسيك اللي هو اول سندوتش في المنيو. وكل واحد بقى هنشوف حاطط ايه من عنده، لكن ده اللي هو اقل حاجه عندهم في المنيو بتاع كل بالزبط. واحد طالبين الكلاسيك. ده عباره عن زي ما انتم شايفين كده، ده فيه زي صوص مشروم، وفيه تقريبا مايونيز وخس وشكرا. طماطم وبصل وصوص شيدر. لا ده عندك انت بقى. طماطم وبصل وخس. انت ضحكت عليا. والبرجرايه محشيه شيدر. لا انا ما عنديش البرجرايه محشيه شيدر، بس ما عنديش طماطم وخس قليل وحته بصلايه يعني قشطه. احنا عايزين كده كده طعم اللحم واللقمه هو ده اللي هنقيم عليه. يلا بينا. البطاطس الاول بقى كيلو بطاطس باليمين. الناس دي من زمان مبدعين في البطاطس، الله يسامحهم. مليانه لحم وتوابل جميله جدا. تحفه تحفه تحفه. هما البطاطس بتاعتهم كلهم اكيد هتعجبنا. يلا بينا نتذوق يا باشا. يلا بينا. يلا. طعم اللهب هنا عالمي، على ما اظن ده اقوى طعم لهب هنقابله، ويا رب الباقيين كلهم يبقوا منافسين واحسن كمان. نسبة اللحم نسبة الدهون كويسة جدا، تتبيلة البرجر حلوة جدا، لقمة العيش مميزة بزيادة، الصوصات يعني طعم الشوي بتاع البرجر مع كمية اللحم غطت عليها، ولكن بسطني. ولقمة العيش هكرر تاني اللي بدي السيمولينا دي وهمية، والبطاطس وهمية. كوكو لقمة العيش جميلة جدا، بس انا حاسس ان هي تخينة شويتين. ما هي بس ماشي. طعمها جميل. قطعة اللحم فعلا حلوة، طعم اللهب فيها عالمي، توابل البرجر حلوة، الطماطم الخس والبصل اضافة جميلة ما ضايقونيش خالص. انا ما كانوش عندي للاسف فما حسيتهمش قوي، فما عنديش عليه اي اعتراض الصراحة. مفيش. ما كويس. هو بس ممكن مقارنة بالاسعار اللي جاية هيبقى هو اغلاهم، فلو هم جامدين الكواليتي بالظبط. طيب مبدئيا كده هذا الاخ ب 100 جنيه هتدي له ايه؟ انا اديله 9 من 10. بس في نقطة انت ما اتكلمتش فيها وانا اتكلمت فيها وكنت مستنيك تاكد عليها، رغم ان كان شكل الصوصات كتير بس طعم البرجر واللهب هو اللي غالب خالص. اتفق معاك. يبقى متفقين في دي. انا ما جمعتش طعم صوص معين. لا مفيش بصراحة. هي هتحس باللحم واللهب اكتر حاجة. بالنسبة ل 100 جنيه عشان انا عارف الاسعار اللي جاية بعد كده، مبدئيا هديله 8.5. انت اديت له كام؟ 9. عايزين بعد كده نقول الرقم مع بعضينا زي ما عملنا في الفيديوهات المقارنات اللي قبل كده. ماشي. خلاص يبقى كيلو 9 وانا 8.5. اول حاجه عم تريسيكلي برجر، ويلا هات اللي بعده. نخش بقى على تاني حاجه معانا يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده، ده ساندوتش برجر برضه كلاسيك، بيجي معاه شويه ده بطاطس. مين المطعم؟
مين المطعم؟ انت داخل كده سندوتش برجر؟ ده برجر ريبابليك يا جماعه. فاتح فين؟ حديقة الطفل مدينة الطفل ايه يا ابني؟ مش كان فاتح في حديقة الطفل؟ لا ده مصر والسودان حدائق لا القبه. ما فتح فرع في مدينة نصر في حديقة الطفل. معرفوش. لا ما اعرفش بقى هل قفل تاني ولا لا، بس كان فترة فتح في مدينة نصر في حديقة انا اعرف انه مصر والسودان. تمام. انتوا حدائق بقى القبه حاجه كده يعني. اكتبوا ريبابليك برجر على الفيسبوك هيطلع لكم عناوينه كلها، لكن احنا بنقول للفرعين اللي احنا عارفينهم. قول لنا يا باشا. ده محشي خيار مخلل. محشي خيار مخلل. اصحى لا للكلام. مؤاخذة، ده عليه خيار مخلل ومحشي جبنه موتزاريلا وبصل وخس، وانا شايف كاتشب وممكن يبقى مايونيز. وبيجي معاه شويه برضه بطاطس، وده الباكجينج بتاعه يا جماعه برضه اهو ده فل بقى. هناك كان بقى كرتونه وشنطه نظيفه، لا ده جاي في كيسه بيضه كده من ام شيلن وهذا الباكج الظريف. ولكن كل ده ليه اسباب. بكام هذا السندوتش؟ 75 جنيه. يقل 25% عن تريسيكل برجر. هل هيقل في الطعم بقى ولا هيزود؟ ده اللي هنكتشفه مع بعض. يلا كيلو بطاطس. يلا بينا بطاطس. يديله. هل نفس البطاطس ولا افضل ولا اوحش؟ هندوق. الدنيا افضل شويه في التوابل كبطاطس. لا انا حاسس ان التوابل هم بياخدوا كوبي بيست من بعض بنسبه كبيره، بس بالنسبه لي اوفر اول بطاطس تريسيكل افضل سنه. كمان. ولكن كبطاطس مميزه، يعني لو جبتها لوحدها مش بتقارن هتنبسط منها جدا. يلا بينا الى سندويشة البرجر ابو 75 جنيه. انت في حاجه ما خدتش بالك منها. ايه هي؟ هناك كان البرجر محشي شيدر، هنا محشي موتزاريلا. مظبوط. يعني في اختلاف في الحشوات، وده كلاسيك بتاعهم اقل حاجه عندهم. يلا بينا. مفيش طعم لهب هنا خالص. وايه التتبيله دي؟ مش تتبيله برجر خالص. ده حمزه، ده ريبابليك. بس انا حطيت البصل على الوش واخدتها في اول قطمه، فايه ما بينتش معايا طبعا. مفيش طعم، لحم ضعيف جدا. تحس ان هو ما بين الحواوشي والكفته، بس مش برجر. واحنا ريبابليك مجربينه كان جامد قوي لما كان عربيه. ناخد قطمه تاني. طيب هو مسكر بزياده. الكاتشب اللي مستخدمه هنا كاتشب مسكر بزياده. لهب مفيش. طعم برجر للاسف مش تتبيله برجر. التتبيله معايا انا شخصيا ذوقي الشخصي حسيتها ما بين الكفته والحواوشي، ومايله للكفته اكتر بكتير. الكفته اللي هي الجاهزه. ايوه مايله للكفته. لقمه العيش طبعا تحفه، بيقسموا لنا نفس ذات اللقمه، بس ممكن هناك اعلى شويه بصراحه برضه يعني. كانت فلافي بالظبط. البطاطس هناك برضه كانت افضل في تريسيكل برجر. الجبنه الموتزاريلا حلوه وطعمها كريمي كده، هي مش موتزاريلا صرف، هي طعم جبنه حلو اللي محشيه جوه البرجر. خيار المخلل مميز جدا. ضايقني بس الكاتشب، وان البرجر ما فيهوش لا طعم لهب ولا توابل برجر. كوكو. اتفق مع جو، ما عنديش اي اختلاف. طيب نعد ونديله رقم. اوكي. 1 2 3 4 من 10. بص على صوابعي. 4 نفس ذات الاربعه. حلو، انا عجباني اللعبه دي قوي. انا هنعمل مقارنات كتير عشان اللعبه دي. طيب انا وكيرو الحمد لله اتفقنا في عم ريبابليك برجر ان هو 4 من 10، ويلا بينا نجيب اللي احسن منه. ومعانا ثالث عربيه والتي اصبحت محل، انه عم تشيز بومب. زي ما انتم شايفين كده، ده البرجر الكلاسيك بتاعهم، عليه قطعه بيف بيكن وعليه صوص تيستي وعليه مايونيز وعليه جبنه تشيدر. وايه تاني؟ في حاجه تاني؟ لا هو كل ده بكام؟ وصوص تيستي. وصوص تيستي ده ريحته مغرقه المكان صحيح. أيوه. ب 85 ولا ب 80؟ ب 80 جنيه. يعتبر زي ريبابليك كان ب 75. معهوش بطاطس. يبقى اغلى من ريبابليك، يبقى ده يجي ما بين تريسيكل وما بين ريبابليك. يلا بينا ندوق. والجبنه بصل. الجبنه الموتزاريلا يا جماعه بصراحه بصوا اهو، لو احنا بنشد النصين من بعض. يلا بينا. يلا بينا. ده يعني لا المزيكا دي، ايه المزيكا دي؟ عامل ميكس جبن مع الصوصات يلوحك، وتحس ان داخل على بلو تشيز كده سنه. القطمه اللي انا خدتها دي ميكس الجبن تحفه مع البيف بيكن، طعمه حلو جدا. انا مش عايز اعترض لغايه دلوقتي ان انا ما حسيتش بطعم البرجر. سيبوني اخلصه انا وكيلو لان هو يستحق ان احنا نخلصه. تشيز بومب. راح فين السندوتش؟ راح فين؟ انا فاكرك بتسال على حاجه تانية. لا راح هنا جوه. شابو، ارفع لك القبعه واسقف لك. انت تشيز بومب، انت كيفتني بميكس الجبن اللي انت عملته. ولكن
ولكن انا رزل قوي، بس خدوا بالكم ده يعتبر افضل ساندوتش بالنسبه لي في الاخر على ما اظن. هدي حق تريسيكل برجر، قطعه البرجر مع اللهب تريسيكل برجر يكسب. انما لو انا وكيرو هنجيب ساندوتش الميكس هنا كيفنا قوي، ميكس الجبن مع اللحم الكويس، اي نعم مش زي تريسيكل ولكن عمل ميكس يكيف النافوخ. هل متفق معايا في هذا الكلام؟ فعلا هنا قطعه البرجر كانت ارفع من تريسايكل برجر. بس هنا معوض بالميكسات، ميكس الجبن تاكل البرجر صريح ما هوش اي حاجه تاني، انما هنا مدي ميكسات جميله جدا. بس انت لو هتجيب، طيب هتجيب ايه؟ ده وانا هجيب ده. طيب متفقين انا وكيرو، ونعد وندي ارقام. 1 2 3 9.5 من 10. طب كده هيقول لك متفقين والله العظيم كده. لا ما تقطعش لا مفيش اي حاجه. لا اللي مش مصدقنا معلش انا اسف، سيبنا في حالنا. احنا الحمد لله بنقيم بما يرضي الله ومش مستنيين من اي حد اي حاجه. انا مبسوط ان احنا متفقين في سندوتشين ورا بعض وبالانصاص، يعني 9.5 9.5. يلا بينا ويا رب نكمل في السعاده. ورابع حاجه معانا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، ده عم حمزاوي، وحمزاوي برضو في كوبري القبه شارع مصر والسودان تقريبا. أيوة. وده عباره عن برجر وطماطم وخس وصوص عامل زي المشروم كده، براون صوص براون بني، وبيجي معاه شويه بطاطس، وسعره 75 جنيه نفس ريبابليك برجر. بس هم من ساعه ما ابتدوا الاثنين مع بعض وهم نفس السعر، ده كان ب 40 وده ب 40، ده ب 45 ده ب 45، نفس الاسعار. انا ده محشي موتزاريلا ونفس الباكجينج بالظبط اللي هو الطبق الفلين، ونفس لقمه العيش بالظبط اللي هي اللي عليها دي. سيمولينا. يلا بينا ندور بطاطس. يلا. نفس التجليده بالتوابل القليله. هو تحس ان الاثنين بتوع شخص واحد، بس لا انا عارف انهم مش بتوع شخص واحد، بس هم ماشيين كوبي بيست من بعض. الله اعلم بقى مين اللي بينقش من الثاني، ربنا يكرم الكل. مش عايز استبق الاحداث بس يلا بينا ندوق. يلا بينا ندوق. نفس المورد. لا اسوء. انا هين عليا اكلمهم واقول لهم ايه ده. السندوتش ده هيتفرزن، هيتشال في الفريزر عندنا عشان لو المطعم حابب يتواصل معانا، ولا نتواصل احنا معاه، ولا بلاش نطول الفيديو. الفيديو كده كده هنزله لكم، عايزنا يكلمنا هنزله لكم في اسرع وقت. وهذا ادي شكل البرجر عشان ما حدش يقول ايه دي مش بتاعتنا. اهي بصوا ادي شكل البرجرايه، حتى اللون من جوه بصوا احمر. لا اللون غريب والطعم فيه كمكمه. هيتشالوا زي ما هم كده في كيس في الفريزر. ولو مطعم حمزاوي عشان هم ناس محترمه انا عارفهم شخصيا، يعني قابلتهم قبل كده لما رحت كلت مره هناك، غالبا صاحب المطعم او المدير، ناس في منتهى الاحترام. ولكن لا ما عندناش بقى ده نعرفه او ما نعرفوش، احنا كلمه الحق بنقولها ورزقنا ورزقكم على الله. حابب تضيف اي حاجه حبيبي؟ نعد 1 2 3. هي دي مش محتاجه، هي انتوا فهمتوا. بس برضه هنعمل 1 2 3. 1 2 3 0 0 صريح. هيتفرزن مطعم حمزاوي في اي وقت حضرتك حابب تكلمني او الاداره حابه تكلمني تشوفوا، بس علشان مصلحتكم انتوا، احنا مش عايزين اكتر من مصلحتكم، مصلحه الناس اللي هتاكل من ورانا، فنقول لها راينا بما يرضي الله. سامحني يا عم حمزاوي على دماغي كلكم، ولكن 0 النهارده انا وكيرو عم حمزاوي. ويلا بينا نجيب اللي بعد كده. اول حاجه علشان نبقى ادينا كل واحد حقه، تشيز بومب اللي هو تالت واحد جربناه معانا النهارده، مكانه في شيراتون. فين في شيراتون مش فاكر، في شيراتون. وخشوا على الفيسبوك اكتبوا تشيز بومب هتلاقوا الصفحه بالظبط. هو في شيراتون عامه. اخر واحد معانا النهارده وانه برجر انبوكس، وهو اجدد برجر جربناه في القناه وهو لسه فاتح جديد. وتاني افضل باكج معانا هو وتريسيكل برجر، هو بعد تريسيكل برجر على طول، يعني ما يعتبرش معاه. ولكن سعر الساندوتش هنا ب 65 جنيه، فكباكجنج مع سعر لذيذ. حلو. ولكن لقمه العيش يعني تخينه بزياده، ومش اللي هي بدي السيمولينا. قطعة البرجر مش أقوى حاجة يعني، ولكن لسه هندوق. بس حجمها مش ما تحسش إنها تخينة وكبيرة زي اللي فاتوا، ولكن إن شاء الله البطاطس مش ولا بد هندوقها لسه. عليه صوص جبنة تشيدر، وعليه غالبا مايونيز، طماطم، خس، صوص تيستي وصوص تيستي وخس وطماطم وبصل وخيار مخلل ب 65 جنيه. البطاطس شكلها الله يسامحك يا كيرو. يلا بينا ندوقها. يلا. فيها لحم والله وطريه، بس فيها سن التجليده. ما يمكن علشان الدليفري وبتاع والكلام ده، فيعني نستمحيها عذرا، يمكن لما تبقى لسه طازه هتبقى كويسه.
حتى الان كل بطاطسه كويسه ما عدا في واحد ما حاسه ما عجبناش. بس البطاطس بتاعت المطاعم دي عامه بتبقى ماشي حالها. ندوق بقى الاساس يا باشا، البرجر. يلا بينا. يلا بينا. بصوا، هو ما بين حمزاوي وريبابليك. يعني التتبيله تحس انها تتبيله كفته على سجق، مش حواوشي بقى. كان ريبابليك كان كفته او حواوشي، ميكس ما بين الاثنين. هنا رايحه للكفته والسجق، وفيها سنه بسيطه قوي كمكمه. فعشان كده بقول لكم هو ما بين ريبابليك وما بين عم حمزاوي. لقمه العيش للاسف لا طبعا، اللي فاتوا كلهم اقوى فعلا، طعمها هنا باين. البطاطس قلنا كويسه ولكن مجلده. الصوصات مش اقوى حاجه، يعني صوص التيستي ما تحسوش قوي. ده رايي انا الشخصي، نسمع راي عم كوكب. تمام. لقمه العيش فعلا وحشه. الصوص تيستي عجبني، مش وحش بس عجبني يعني. البرجرايه سيئه جدا، ما حصلتش سجق او كفته او حواوشي. ايوه يعني ده رايي. بس مش وحشه لدرجه الحمزاوي. حمزاوي بايظ، اسمع بايظ. حمزاوي ضايع. دي اللي بعديها على طول. ماشي، بس ما تنفعش يعني ايه تاكل سندوتش برجر منه. لا مش هتاكله، لا احنا عطمه واتضايقنا وعايزين نخلص عشان نشرب اي حاجه تغير طعم بقنا من ابو اخر. ما عجبنيش برضه. لا مش حلو كده. وده كان عربيه وبقى محل برضو ولا ده؟ لا ده محل على طول. ده محل على طول. برجر بوكس فتح محل على طول. عشان ما تعذبتش زي بتوع العربيات، فما عرفتش تعمل حاجه مظبوطه، رغم ان لما جربناه في القناه من شهرين 3 اول ما فتح كان قوي جدا. يا ريت يا مطاعم كلكم بلا استثناء اللي عجبنا واللي ما عجبناش النهارده، بعد اذنكم لما تعملوا حاجه كويسه استمروا عليها، لان كل دول احنا جربناهم وعجبونا اول ما فتحوا كانوا وهم. كلهم النهارده اي كلام ما عدا تريسيكل برجر وتشيز بومب، هم اللي جامدين قوي. دول غالبا اللي هنتفق عليهم انا وكيرو، اول وتاني او الاثنين اول ينافسوا مع بعض. الاثنين اول مفيش مشكله، ده ذوق وده ذوق بالظبط. والثلاثه اللي بعد كده مجوش. حمزاوي طبعا اخر واحد في القائمه خالص، والحاجه حطيتها في الفريزر دلوقتي خلاص موجوده، منين ما تحبوا تدوقوا الحاجه دي تشوفوها يا مطعم حمزاوي، الحاجه موجوده في الفريزر يعني زي ما هي. خلاص قيمنا الاثنين الاولانيين. انا مبسوط جدا ان انتوا شجعتونا وقعدتوا يعني تعبتوا معانا ان احنا نرجع تاني للمقارنات، ودينا رجعنا ومقارنات تقيله باذن الله. ولكن محتاجين ايه؟ دعمكم اللي هو عباره عن ايه؟ لايك شير فيديو في كل مكان. واللي لسه ما اشتركش في القناه بعد اذنك اشترك وفعل زر التنبيهات عشان تشوف كل جديد وتستفاد معانا في القناه، ونشوفكم على خير في فيديوهات جديده. وكان معكم جو كيرش بوي وكيرو، سلام.